مريم حست إن السكاكين قطعت قلبها، بس دموعها نزلت بصمت. بصوت مبحوح قالت له الكلمة اللي هتفضل تطاردها طول عمرها: ده حقك يا أحمد، حقك إنك تكون أب. أي نعم هيبقى صعب عليا، بس ما أقدرش أحرمك من ده. كانت بتكذب على نفسها وعليه عشان تحافظ على اللي فاضل من عشرتهم. وبعدها كل حاجة بدأت تتغير. أهل أحمد بدأوا يتحركوا، ومريم عرفت إنهم بيكلموا واحدة قريبتهم عشان يجوزوها لأحمد. مريم كانت بتموت في اليوم 1000 مرة، بس أحمد كان بيحاول على قد ما يقدر ما يحسسهاش. كان بيتعامل عادي، بس مريم كانت حاسة إنه خلاص بدأ يتنفس حياة تانية من غيرها. هل ممكن بعد التضحية دي تحصل صدمة أكبر؟ الصدمة اللي خلت مريم تتصرف تصرف محدش كان يتوقعه. شوفوا الكارثة في الجزء الرابع.